انا بسمع كده عن حاجه اسمها تاثير الفراشه. يعني بيقول لك فكره كده فلسفيه، بتقول لك ان ممكن فراشه بتطير في احد غابات الصين، بتطير مجرد بتطير كده، فراشه تافهه يعني، بتطير تعمل لك اعصار في الجانب الاخر من الكوكب، تعمل لك اعصار في لوس انجلوس مثلا لوس انجلوس. طب الفكره دي هي فكره خياليه طبعا، لكن هي بتبين لك مدى الفكره بتاعتها ايه الصميم. فكره ان ممكن حاجات بسيطه جدا في حياتك تعملها تكون عامله زي تاثير الفراشه. يعني انا مؤمن بحاجه معينه في دماغي، اللي هتعمله النهارده، اللي هتعمله النهارده حاليا دلوقتي هتعمله، اللي هتعمله دلوقتي هيسمع قدام اسبوع. الفكره دي غريبه جدا في دماغي، بتقول لك اللي هتعمله النهارده، اللي هيتعمل دلوقتي هيسمع قدام اسبوع. يعني قدام اسبوع، انت اللي عملته دلوقتي هيأثر على اسبوع قدام. دي فكره غريبه جدا، انا مؤمن بيها. عايز اقول لك يا صديقي ان يعني ايه الكلام ده؟ يعني الانسان اللي يعني الانسان فاكر ان اللي هعمله النهارده، اللي هعمله دلوقتي هيسمع على اخر اليوم بالكتير قوي، او هيسمع على اليوم بتاعه فقط، لكن لا، هيسمع 7 ايام قدام. وتراكم الاشياء الايجابيه اللي انت بتعملها هيبقى عندك رصيد كافي تخلي التراكم ده وتخلي الفعل ده وتخلي التأثير ده يوصل لشهر، ثم شهرين، ثم سنة، ثم سنتين إلى آخره. تراكم العادات البسيطة الإيجابية دي، لو حطيت في دماغك كده إنك أنت اللي أنا هعمله دلوقتي هيسمع قدام أسبوع، يعني هيأثر على مسار أسبوع كامل. اللي بعمله دلوقتي هيأثر على مسار أسبوع كامل، هتغير وجهة نظرك تماما في قوة الآن. إن في اللحظة الحالية الآنية أنا بستغل اللحظة اللي أنا عايش فيها. يعني قوة الآن، إن اللي أنا دلوقتي عايز أعمل إنجاز، الإنجاز هيسمع معايا لمدة أسبوع. نفس الفكرة. إذا لا تستهين باللحظة الآنية، واعمل اعمل يعني قدر الإمكان على جعل أفضل لحظة تمر عليك في آخر شهر ليك، أو في آخر شهرين ليك، أو حتى في عمرك كله اللي فات. أحسن لحظة ممكن تعملها اللحظة دي، إن اللحظة الآنية دلوقتي دي هعملها وهستمتع بيها، أو إن أنا هعملها بحب وهعملها بإتقان. مش هفوت لحظة إلا لما تعدي عليا بنوع من أنواع النجاح والعزيمة بس.